يا اخوانا نفسي افهم الحكايه دي، فاكتبوا لي في التعليقات. سبحان الله، احنا مهما نتعلم الطبيخ من امهاتنا ونكون طباخين شاطرين، لما تجي امي تطبخ نفس الطبخه دي بيكون اكلها طعم اكتر مني. وحتى اولادنا يحبوا اكل حبوباتنا، يعني حبوبه دي معناها الجده او التيتا. والوصفه دي حقت امي الله يديها العافيه والصحه وطولة العمر، بس انا عامله لها شويه اضافات وحتى امي عجبتها. عندي البلطي وهو فيليه ببشر عليه بشر ليمونة كاملة. ده كان مجمد وطلعته، طبعا ما فيه عظام، بالعظام كمان أحلى بس أولادي ما بيحبوا العظام. الملح على ذوقكم، خطيت نص ملعقة كبيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من فلفل أسود، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، ملعقة صغيرة من الكزبرة، ونص ملعقة صغيرة من الكمون. وببتدي يعني بوزع البهارات كده كويس